عايزة تعملي بسكوت يكون سهل وبسيط ودايب معاكِ كده وحاجة كده في منتهى الجمال، وكمان من غير بيض، يبقى لازم تجربي الوصفة دي. هتعملي ألذ وأطعم وأنعم بسكوت ممكن تجربوه، سهل جدًا وبسيط جدًا وشكله كيوت خالص زي ما انتم شايفينه كده صغير وحلو جدًا للمناسبات أو الأعياد، بيبقى لطيف جدًا بتقدميه لضيوفِك، بيبقى في منتهى الجمال، طعم بجد خطير. شايفين شكله عامل ازاي من جوه؟ دايب جدًا جدًا وناجح، وزي ما قُلت لكم من غير بيض وهيطلع معاكم في منتهى الجمال. بجد لو جربتيها هتنسي أي وصفة للبسكوت جربتيها قبل كده. فلو عجبتكم الوصفة اتفرجوا على الفيديو للآخر، ولو مش مشتركة في القناة اشتركوا وفعلي الجرس. ويلا نبدأ، نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. أول حاجة كده مبدئيا أنا محتاجة كده بولة هحط فيها 250 جرام من الزبدة ضروري جدا تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى سهلة معايا في الضرب. بالشكل ده كده أنا معايا 250 جرام من الزبدة. أبدأ بقى كده أجيب المضرب وأبدأ إن أنا أضربها كويس جدا بحيث إنها هي تفك معايا، وعشان أحط بعد كده تبقى سهلة معايا في الضرب لما أحط باقي المكونات. أضربها بقى كده كويس بالشكل ده لحد لما تفتحي معايا شوية وألاقيها كده يعني كلها كده بقت حاجة واحدة كده وبقت كريمية بالشكل ده. بعد ما اوصل للقوام دوت كده ببدأ ان انا اجيب 100 مللي من الزيت، حوالي نص كوباية من الزيت، وببدأ ان انا اضيفها على خليط الزبدة وبقلبها بس كده قبل ما اشغل المضرب. وبعد كده بشغل المضرب وبضرب كويس جدا جدا بحيث ان الزبدة والزيت يبقوا حاجة واحدة. بعد كده ما اوصل للقوام دوت هكون معايا هنا 130 جرام من السكر البودر، يكون منخول وما يكونش فيه اي تكتلات. اتاكد بس ان هو ما فيهوش اي تكتلات علشان ما تضايقنيش اثناء العجن. بعد كده بحطها كده على خليط الزيت والزبدة واضربهم دول كويس جدا 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 مع بعض لحد لما اتأكد ان السكر تجانس مع كل مكونات الزبدة والزيت والخليط بقى هش وفاتح وكريمي بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الخليط بقى هش جدا وفاتح وعامل زي الكريمة. بعد ما اوصل للقوام دوت معايا هنا علبة من الزبادي أو وزنيها كده، يعني هي حوالي كوباية الا ربع من الزبادي اللي هي 120 جرام من الزبادي. يا اما تجيبي العلبة اللي هي 120، يا اما علبتين صغيرين ولكن اوزنيهم افضل على الميزان. انا محتاجة هنا 120 جرام من الزبادي او 120 ملي من الزبادي العادية، لبن زبادي. بعد كده باضربهم كويس جدًا مع خليط السكر والزبدة اللي إحنا حطيناه في البداية، وباقلبهم كويس جدًا جدًا مع بعض بالمضرب الكهربائي لحد لمّا الخليط يبقى كريمي كده معاكِ ويتقل. بعد كده بقى بنحط 3 معالق كبار من النشا، ومعايا هنا 600 جرام من الدقيق، ومعلقة كبيرة مليانة اللي هي 10 جرام من البيكنج باودر. أنا حطيت النشا هنا في البداية الأول وقلبتها كويس جدًا، بعد كده بابدأ إن أنا أحط الدقيق بالتدريج، وباحط كمان البيكنج باودر على طول على العجينة بالشكل ده، وباقلبهم كويس جدًا 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 مع بعض. خطوة مهمة جدًا وأنتِ بتحطي الدقيق حطيه بالتدريج، لإني على حسب نوع الدقيق بتختلف. أنا هنا المقادير كانت مضبوطة معايا بالضبط، لو عملتوها واتبعتوا كل التفاصيل اللي قُلتها، وهاكتب لكم برضه المقادير في صندوق الوصف، هتطلع معاكم مضبوطة مش هتحتاجوا تزودوا دقيق أو تنقصوا دقيق. شايفين أنا خدت كده المقدار كله معايا الدقيق، بابدأ إن أنا كده ألمّها بإيدي بحيث إن هي تتشكل معايا كده عجينة، بتكون عجينة طرية ما بتلزقش زي عجينة البسكوت أو عجينة يعني اللي إحنا بنعملها في الأعياد أو عجينة السابليه، القوام دوّة. بعد كده بقى بعد ما اخلّصها كده زي ما قُلت لكم خدت كل كمية الدقيق 600 جرام من الدقيق على المقدار دوّة، تطلع معانا في منتهى الجمال ومضبوطة جدًا. أتأكد إزاي إن هي خدت الدقيق الكفاية؟ بادوس كده عليها باكوّرها وبادوس عليها، لو لقيتها شققت يبقى هي كده خدت دقيق زيادة، لو لقيتها ما اتشققتش يبقى هي العجينة مضبوطة معانا وزي الفل. بابدأ إن أنا كده أكوّرها كده كويرات بالشكل ده، الحجم طبعًا اللي أنتِ عايزاه، تقدري تعملي أشكال مختلفة ولكن عملت لكم شكل بسيط جدًا، جدًا وهو الكويرات بس كده بسيط، وباكوّرها وباحطها في الصاج. وهنا برضه ده كده شكل تاني أو طعم تاني بطعم جوزة الهند، بيبقى لذيذ جدًا، جدًا وحلو أوي، أوي. بعد ما باكوّرها كده كويرات باجيب شوية من جوزة الهند الناعم أو الخشن زي ما أنتِ حابة، وبابدأ إن أنا أغطّسها كده في كل كورة باحطها كده في الجوزة الهند وباغلّفها من كل الجوانب بالشكل ده، ده قبل ما تستوي. وهتطلع معاكم وبعد ما تستوي كده جوزة الهند ماسكة على البسكوتاية وتطلع معاكم في منتهى الجمال. دخلتها الفرن على درجة حرارة 190، بتاخد من 15 ل17 دقيقة على حسب حرارة الفرن. ولو بادّيها بس لو كده وحسيت إن الوش عايز ياخد لون، بافتح الشواية بس كده دقيقتين وبادّيها كده لون خفيف، أنا مش عايزاها تاخد لون قوي أوي.
زي ما انتم شايفين شكلها، شايفين بقى اللي هي بجوزة الهند خطيرة، واخدة لون دهبي كده جميل جدًا، جدًا، جدًا. جوزة الهند ماسكة عليها من فوق، ما بتقعش ولا أي حاجة، وبتبقى لطيفة جدًا في الأكل. تعالوا بقى نشوف بقى بنسيبها تبرد ونشوف بقى التزيين هنزينها ازاي. انا هنا معايا هنا في التزيين معايا شوكولاته بيضه مسيحاها حوالي 100 جرام من الشوكولاته البيضه و100 جرام من الشوكولاته السمراء او الدارك، ومعايا هنا فستق. تقدري بقى تزينيها زي ما انت عايزه، اشكال، ويعني التزيينات اللي من فوق تقدري تاكليها ساده بتبقى خطيره خطيره. هي دايبه جدا وحلوه جدا، وبالرغم ان احنا مش حاطين لها بيض يعني، لكن طعمها حلو جدا جدا. باحطها كده باغطسها كده في الشوكولاتة البيضا أو الدارك، وبابدأ إن أنا أحط عليها شوية من الفستق المجروش بالشكل ده، أو تقدري تعملي مثلًا تحطيها في الشوكولاتة البيضا وبعد كده تعملي عليها خطوط من الشوكولاتة السمرا، أو العكس زي ما أنا عملت اللي أنتِ عايزاه. شايفين بقى شكلها، باحط كده في الشوكولاتة البيضا وبعد كده بارجع أحط شوية من الفستق بالشكل ده. بجد لذيذة جدًا، وهنا عملت خطوط من الشوكولاتة زي ما أنتِ عايزة، يعني هي بسيطة وسهلة وسريعة وبتطلّع لِك كمية ما شاء الله حلوة جدًا، والأهم من كده طعمها خطير بجد، يعني مختلفة تمامًا عن أي بسكوت جربتوه، بس ده بسكوت الزبادي سهل وبسيط وسريع، ومكوناته زي ما أنتم شُفتوا 3 مكونات 4 كده، يعني عملنا لنا كمية محترمة من البسكوت وطعمه لذيذ جدًا، جدًا. اخلص بقى كده كل كمية التزيين واوريكم شكلها في النهاية، واقطع لكم برضو واحدة كده وتشوفوا شكلها عامل ازاي. شايفين ما شاء الله بعد كده ما خلصت، بجد مفيش احلى ولا اجمل من كده، حلوة جدا، يعني لو قدمتيها كده لضيوفك مع كوباية شاي او جنب المشروبات بتبقى لذيذة جدا جدا، بجد خطيرة. جربوه، يعني اكتر وصفة بسكوت ممكن تجربوها وتعجبكم. بسيط جدًا، شايفين دايب إزاي وناعم من جوّه وفي نفس الوقت ماسك نفسه ومقرمش من برّه، يعني مقرمش من برّه وبيدوب. ما شاء الله وصفة خطيرة جدًا. أتمنى إن شاء الله وصفة النهارده بسكوت الزبادي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.